بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض في حل أهم أسئلة المعاصر على درس الترانسليشن. نبدأ مع بعض في أول سؤال. الراجل بيقول لي draw triangle ABC. ال A 4 و4، ال A 4 و4 أهو. ال B 0 و2، 0 و2 ده ال B. ال C 6 ونيجاتيف 2، 6 ونيجاتيف 2 أهو. أدي ده ال C. نوصل ما بينهم بقى عندي الترينجل ABC. حلو. بعد كده قال لك ارسم لي الترانسليشن، تمام؟ بالرول ده، يعني اي بوينت او اي اكس اعمل له ماينس 4 واي واي اعمل له بلس 1. ماشي. هنجيب الاي داش وهنجيب البي داش وهنجيب السي داش. حلو قوي. الاكس بعمل له ماينس 4، 4 ماينس 4 0، 4 بلس 1 5. طب البي داش 0 ماينس 4 نيجاتيف 4، 2 بلس 1 3. طب السي داش 6 ماينس 4 2، نيجاتيف 2 بلس 1 نيجاتيف 1. دي البوينتس الجديده بتاعتك 0 و5 اهي. ادي ده الاي داش. نيجاتيف 4 و3 اهو. ادي ده البي داش. 2 نيجاتيف 1 هو ده السي داش. 2 نيجاتيف 1 اهو، هو ده السي داش. تقدر توصل ما بينهم. كده انت نقلت الاي بي سي لاي داش بي داش سي داش بالرول الراجل حطه لك. خش على اللي بعده. هنرسم نيجاتيف 1 1، نيجاتيف 1 1 اهو. ادي ده الاي. 3 1 3 1. ادي ده البي. 3 و4 اهو. ادي ده السي. حلو قوي. عملنا الاي بي سي. قال لك ترانسليشن 3 يونتس تو ذا ليفت. حركهولي 3 يونتس ناحيه الليفت. ده طبعا ناحيه الليفت، يعني انا عايز اخد ده امشي بيه هنا. اولا عشان تحرك ناحيه الرايت او الليفت فانت بتتحرك بشكل هوريزونتال، المتحكم في ده هو الاكس اكسس، فانت هتغير الاكس اكسس بس. طيب هتغيره قد ايه؟ هتغيره ب 3 علشان انت عايز تتحرك 3 يونتس. طيب لو مسكت الاكس عملت له بلس 3، لو مسكت بوينت اي دي عملت للاكس بتاعها بلس 3، ايه اللي هيحصل في بوينت اي؟ هتلاقيها اتحركت ناحيه الرايت 3 خطوات. طب انا عايزها تتحرك ناحيه الليفت، يبقى تعمل ماينس 3 عشان تتحرك ناحيه الليفت. فهنجيب الاي داش، البي داش، السي داش. فكده فهمنا خلاص ان انا هاخد كل اكس اشيل منها 3. فنيجاتيف 1 ماينس 3 يبقى نيجاتيف 4. طب والواي زي ما هو مش هغيره. 3 ماينس 3 بقت 0، وال1 زي ما هو. 3 ماينس 3 0، وال4 زي ما هي. فنيجاتيف 4، نيجاتيف 4 و1 اهو. ادي ده الاي داش. 0 1 اهو. ده كده البي داش. 0 4 ده كده السي داش. هتلاقي فعلا كل بوينت لو انت لاحظت اتحركت 3 يونتس ناحيه الليفت. ادي خلصنا الطلب الاولاني. الطلب الثاني انك تعمل لي ترانسليشن 1 ونيجاتيف 2. هنجيب برضو الاي داش او الاي دبل داش، مش الدبل داش لان انت مش هتعمل دي ترانسليشن تاني، فنسميها مثلا اي حاجه اي ستار مثلا. هنجيب الاي ستار والبي ستار والسي ستار بالرول اهو. ترانسليشن 1 ونيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 1 بلس 1، كل حاجه بالساين بتاعتها. ال1 بوزيتيف عشان كده قلت بلس. نيجاتيف 1 بلس 1 0، 1 ماينس 2 نيجاتيف 1. طيب البي 3 بلس 1 4، 1 ماينس 2 نيجاتيف 1. طب السي 3 بلس 1 4، 4 ماينس 2 2. ماشي. الاي ستار 0 ونيجاتيف 1، 0 ونيجاتيف 1 اهو. طيب البي 4 ونيجاتيف 1 اهو. طب والسي 4 و2 اهو اهو. وصل اهو. بس كده. بيقول لك ايه؟ ارسم لي الترانسليشن بتاعت الاي بي سي دي تو نيجاتيف 3. حلو. اول حاجه انت محتاج تطلع البوينتس الاصليه اللي هي الاي والبي والسي والدي. هطلعها من الرسمه. الاي نيجاتيف 2 و1،
ماشي نيجاتيف 2 1. طيب البي 3 و0 ماشي البي 3 و0. السي 2 و3 حلو. طيب الدي نيجاتيف 1 و4 حلو قوي. بقى نعمل له ترانسليشن A داش B داش C داش D داش. حلو قوي. 2 minus 2 0. 1 minus 3 negative 2. 3 plus 2 5. 0 minus 3 negative 3. 2 plus 2 4. negative 3 plus 3 0. 2 minus 1 1. negative 3 plus 4 1. حلو قوي. ال A داش بقى 0 و negative 2. 0 و negative 2 اهو ده كده ال A داش. ال B داش 5 و negative 3 ادي ال 5 اهي وادي ال negative 3 اهي ادي ده ال B داش. حلو. ال C داش 4 و 0 اهي ده ال C داش. ال D داش 1 و 1 اهو ده كده D داش. وصل ما بينهم اهو. خدت ده نقلته هنا. ثواني ال D 1 1 في صح في كده ايه مشكلة ان ال D 1 1 اهي ال D داش هنا 1 1 اهو بس كده كده اتظبط. خش على اللي بعده. بيقول لك انت عندك البوليجون اي هو البي بس عمل له ترانسليشن. عايز اعرف الرول اللي عمل بيه ترانسليشن. ماشي تعالى نجيب اي بوينت ودي اللي هنشتغل عليها. يعني مثلا تعالوا نجيب البوينت دي. البوينت دي عباره عن ايه؟ هتقول لي عباره عن 1 و 2. حلو. نفس البوينت دي روح هاتها الناحيه الثانيه. هتقول لي اللي هي دي اللي هي نيجاتيف 4 و 1. نيجاتيف 4 و 1. حلو. سمي لي دي بوينت ايه فساعتها دي هتبقى الاي داش. فانت كده معاك ان الاي 1 و 2 عملنا ترانسليشن بقت اي داش بقت قد ايه؟ بقت نيجاتيف 4 1. تعرف تقول لي الرول اللي احنا عملنا بيه ترانسليشن؟ اه طبعا انا عارف ان الترانسليشن عباره عن اكس بلس اي واي بلس بي. هو ده الرول بتاع الترانسليشن. الاكس والواي بجيبهم من البوينت الاصليه فكده الاكس ب 1 والواي ب 2. ماشي يعني اكس بلس اي الاكس ب 1 يعني 1 بلس اي ايكوال النيجاتيف 4. طيب الناحيه الثانيه ال 2 بلس بي 2 بلس بي ايكوال ال 1. من هنا اعرف اجيب الاي نيجاتيف 4 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 5. من هنا اعرف اجيب البي 1 ماينس 2 يبقى نيجاتيف 1. يبقى الرول اللي انت عملت بيه ترانسليشن هو اكس ماينس 5 وواي ماينس 1. يعني كل اكس اي اكس عندك انت شلت منها 5 عملتها ماينس 5 والواي عملته ماينس 1. طيب تعالى نتشيك. هنجيب البوينت دي. البوينت دي عباره عن ايه؟ نيجاتيف 2 2. البوينت دي لما عملت لها ترانسليشن اتقلبت هنا صح؟ حلو. تعالى بقى نطبق عليها الرول. نيجاتيف 2 و2. تعالى نعمل ترانسليشن. نيجاتيف 2 ماينس 5 يبقى نيجاتيف 7. 2 ماينس 1 1. تعال نشوف البوينت دي عباره عن ايه. نيجاتيف 7 1 فعلا لان انت جبت الرول صح. البي the image of A يعني انت عملت الاي ترانسليشن بقى بوينت بي. ماشي. الرول بتاعي x بلس a y بلس b. الاكس والواي هي البوينتس الاصليه. البوينت الاصليه بتاعتك هي بوينت A فده الاكس وده الواي يبقى نيجاتيف 2 بلس A ايكوال 5 و1 بلس B ايكوال نيجاتيف 3. من هنا هتطلع ال A يبقى 5 بلس 2 7 وتطلع ال B نيجاتيف 3 ماينس 1 نيجاتيف 4. فيبقى الرول بتاعك هنا x بلس 7 y ماينس 4. حلو قوي. تعالى هنا ال A هي الايمج بتاعت B يعني ال B هي البوينت الاصليه فكده ال B هي الاكس والواي فيبقى 5 بلس A ايكوال نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 بلس B ايكوال 1. من هنا اعرف اجيب ال A نيجاتيف 2 ماينس 5 يعني نيجاتيف 7 وال B
1 بلس 3 اللي هو 4، فيبقى x ماينس 7 y بلس 4. طيب هنا هنعمل ترانسليشن، بعد كده نقوم عاملين ترانسليشن تاني. تعالوا نشوف نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3، نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 اهي، ادي الار، احنا بنرسم البوينت الاصليه. نيجاتيف 4 و0، نيجاتيف 4 و0 اهو، ادي الاس. 0 0 اهو، ادي التي، وصل ما بينهم. حلو، تعالى هنعمل ترانسليشن بالرول دي. فهنجيب الار داش والاس داش والتي داش. حلو قوي. نيجاتيف 3 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 4، نيجاتيف 3 بلس 3 يبقى 0. تعال نخش على الاس. نيجاتيف 4 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 5، 0 بلس 3 يبقى 3، 0 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 1، 0 بلس 3 يبقى 3. نيجاتيف 4 و0 اهي، دي كده الار داش. نيجاتيف 5 و3 ده كده الاس داش. نيجاتيف 1 و3 ده كده التي داش. عملنا ترانسليشن، بعد كده هنعمل ترانسليشن تاني. يبقى هنجيب بقى الار دبل داش والاس دبل داش والتي دبل داش. وادي الرول اهو. يلا نيجاتيف 4 بلس 4 0، 0 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 1، نيجاتيف 5 بلس 4 يعني نيجاتيف 1، 3 ماينس 1 2، نيجاتيف 1 بلس 4 3، 3 ماينس 1 2 يبقى 0 ونيجاتيف 1، 0 ونيجاتيف 1 اهي. ده الار دبل داش. نيجاتيف 1 و2، نيجاتيف 1 و2 اهي. ده الاس دبل داش 3 و2 اهي. ده التي دبل داش، وصل ما بينهم. بس كده احنا عملنا ترانسليشن من هنا، دي كان اول حاجه، رحنا بيها هنا بقت تاني حاجه اهي. بعد كده خدنا ده عملنا له ترانسليشن هنا اهو. بس كده، هي دي فكره السؤال. طيب عندك الريكتانجل A B C D، ال A نيجاتيف 3 و2، نيجاتيف 3 و2 اهو، ادي ده ال A. ال B 2 2 2 و2 اهو. ال C 2 نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 1 اهو. ال D نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 اهي. بعد ما رسمنا الريكتانجل اللي عندنا A B C D، عايزين نعمل له ترانسليشن 3 يونتس ناحيه الرايت. خلاص بقى اتكلمنا ان انت لو هتتحرك ناحيه الرايت فانت بتتحرك بشكل هوريزونتال، فاللي بيتغير هو الاكس بس. ناحيه الرايت يبقى هتمشي كده، يبقى تعمل بلس 3، فتجيب الاي داش، تجيب البي داش، وتجيب السي داش، وتجيب الدي داش. حلو قوي. طيب نيجاتيف 3 بلس 3 يبقى 0 0 2. طيب البي 2 بلس 3 يبقى 5 5 و2. طيب السي 2 بلس 3 يبقى 5 5 ونيجاتيف 1. نيجاتيف 3 و3 يبقى 0 0 ونيجاتيف 1. مش محتاج خلي بالك انك تجيب البوينتس كلها، لان انت ممكن تعملها بالنظر كده. انت هتمشي بالايه 3 يونتس، يبقى 1 2 3 بقت هنا الاي داش. هتمشي بالبي داش 3 يونتس، 1 2 3 بقت هنا البي داش. مش لازم اروح اجيب البوينتس يعني كلها. الدي ما ده ريكتانجل، فالدي اكيد هتبقى هنا على نفس الخط بتاع الاي. طب والسي ما اكيد هتبقى هنا يا جماعه، ادي السي داش. مش لازم اروح اجيب البوينتس يعني اهو. وصل يا باشا. حلو، هناخد بقى اللي احنا عملنا له ترانسليشن ناحيه الرايت ده، نعمل له ترانسليشن داون ب 3 يونتس.
برضو مش محتاج اجيب اليونت البوينتس، لان انا همشي داون لتحت 3 يونتس. ادي 1 2 3 بقت البوينت دي هي ايه داش. طب الدي داش كانت هنا، يبقى 1 2 3 بقت دي الدي داش او الدي دبل داش بقى. طب والبي 1 2 3 بقت هنا البي دبل داش. طب والسي دبل داش 1 2 3 بقت هنا السي دبل داش. عايز تجيب البوينتس مش مشكله، اللي هيتغير هو الواي بس. هتعمل للواي ماينس 3 عشان انت بتتحرك لتحت، فتبقى دي النقط الجديده بتاعتك اهي. بس كده. لو انا عندي البوينت بتاعتي النيجاتيف 2 و 3 عايز احركها 3 يونتس ناحيه الليفت، يبقى اللي هيتغير الاكس اكسس بس عشان انت بتتحرك هوريزونتال. هتتحرك ناحيه ال 3 ناحيه الليفت، يبقى تعمل ماينس 3، يبقى نيجاتيف 2 ماينس 3 اللي هي نيجاتيف 5، نيجاتيف 5 و 3. طيب هتتحرك 3 لفوق، يبقى اللي هيتغير الواي لفوق، يبقى تعمل بلس نيجاتيف 3 بلس 3 0، يبقى 2 0. البوينت 5 ونيجاتيف 2 عايزين نعمل لها ترانسليشن 5 يونتس في النيجاتيف دايركشن الاكس اكسس، ده كده الاكس. الحته دي هو البوزيتيف دايركشن، والحته دي هي النيجاتيف دايركشن. انت عايز تحركها ناحيه النيجاتيف دايركشن، يعني ناحيه الليفت، يعني تعمل ماينس 5، يبقى 5 ماينس 5 0، 0 ونيجاتيف 2. بنفس الفكره انا هنا عايز اتحرك على الواي اكسس، يعني هتغير الواي بس ناحيه البوزيتيف، يبقى تعمل بلس 7 بلس 3 يبقى كام؟ 10، يبقى 1 و10. طيب هنعمل ترانسليشن 7 يونت تو ذا رايت، 7 يونتس تو ذا رايت، يبقى اللي هيتغير الاكس بس، ويبقى تعمل الاكس بلس 7، يبقى 7 و0. يعني ايه؟ يعني انت ساعات بيجي لك في المسائل كده، بص سؤال زي ده مثلا اهو، يقول لك فين هنا ترانسليشن 1 ونيجاتيف 2، يبقى تعمل ترانسليشن بده، تمسك الاكس تعمل عليها بلس 1، تمسك الواي تعمل عليها ماينس 2، صح؟ هنا نفس الفكره، انا عايز اديك الرول اللي تعمل بيه الترانسليشن. بس الترانسليشن او معنى الترانسليشن اللي انت هتعمله ان انت تتحرك 7 يونتس ناحيه الرايت بس، فيبقى هو ده الواي ما تغيروش، واعمل بلس على الاكس 7 بس. عندي بوينت عملنا لها ترانسليشن بالرول ده، خلاص. 2 ماينس 3 يبقى نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 بلس 4 يبقى 3، نيجاتيف 1 و 3 اهي. هنعمل translation the image of the point كذا by translation كذا، هيبقى عبارة ايه؟ 2 minus 1 1، negative 1 plus 2 1، يبقى 1 1. نفس الفكرة، negative 2 plus 2 0، 3 minus 3 0. the image of the point كذا by translation، هي البوينت دي تعالى نظبطها. 2 power 3 اللي هي 8، 3 power 2 اللي هو 9، ماشي. 8 minus 2 يبقى 6، 9 minus 5 يبقى 4. 0 3 عايزين نعمل لها ترانسليشن كده، 0 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1، نيجاتيف 3 بلس 2 نيجاتيف 1. حلو. what is the translation that makes the point a dash الايمج بتاعت البوينت دي؟ ما انت معاك البوينت الاصليه اهي، ومعاك الايمج اهي، تعرف تجيب الترانسليشن؟ طبعا. الترانسليشن قلنا خلاص بقى x بلس a y بلس b. الاكس والواي هي البوينت الاصليه، البوينت الاصليه اهي 4 ونيجاتيف 5، يبقى 4 بلس a ايكوال نيجاتيف 2، صح؟ ونيجاتيف 5 بلس b ايكوال 1. عايز اجيب الايه؟ نيجاتيف 2 ماينس 4 يبقى نيجاتيف 6. عايز اجيب البي 1 بلس 5 يبقى كام؟ 6، يبقى نيجاتيف 6 و6 اهي. مديك الايمج بتاعت البوينت، ومديك الرول اكس واي. عايز اعرف الاي وبي، الاي بكام؟ خلاص تعال نقول الاي هي بوينت اي وبي. بوينت اي هي البوينت الاصليه، صح؟ انت هتعمل عليها ترانسليشن، هتتحول البوينت اي هتعمل عليها ترانسليشن اكس هتتحول ل 2. معناها ايه؟ معناها ايه اكس؟ يعني سيبها زي ما هي ما تغيرهاش، خلاص. فالاي هتفضل ايه زي ما هي بكام؟ ب 2. حلو. طب تعالى نشوف البي.
البي اعملها ماينس 2 هتتحول تبقى 5. يعني البي كانت بكام؟ كانت ب 7. 7 ماينس 2 5. يبقى البوينت الاصليه 2 7. مديك هنا ترينجل، الفيرتكس بتاعت الترينجل ادي الدي ادي الاي ادي الاف، اداك الرول بتاع الترانسليشن وبيقول لك مين في دول ينفع يكون البوينت فيه. والله ممكن تبقى دي او ممكن تبقى دي. بعد كده نشوف الاكس. انا طبعا هتقعد تعمل ترانسليشن لكل بوينت وتشوف في الاخر مين هيديك الحل. هي البوينت دي اهو. لو مسكت النيجاتيف 3 والنيجاتيف 3 وعملت لها ترانسليشن، نيجاتيف 3 بلس 1 نيجاتيف 2، نيجاتيف 3 ماينس 2 نيجاتيف 5، فهي البوينت دي اللي تنفع. الاي ونيجاتيف 1 الايمج بتاعت البوينت 2 4. بالترانسليشن ده عايز اعرف الاي والبي بكام. حلو قوي. دي البوينت الاصليه ال 2 4 دي البوينت الاصليه. عملنا لها ترانسليشن بالرول ده فطلعت الايمج كده. يعني البوينت دي عشان اعمل لها ترانسليشن زود على الاكس 1 2 بلس 1 3 يبقى الاي ب 3. حلو. ال4 عشان نعمل لها ترانسليشن شلنا منها بي فكانت الاجابه نيجاتيف 1. يا ترى البي بكام؟ ودي ال4 الناحيه الثانيه يبقى النيجاتيف بي ايكوال نيجاتيف 1 ماينس 4. يعني النيجاتيف بي ايكوال نيجاتيف 5. يعني البي ايكوال 5. هو عايز البي ب 5 بس. فالاي بكام؟ ب 3 والبي بكام؟ ب 5 اهو. عندي بوينت 3 و 2 هعمل لها ترانسليشن 4 يونتس لفوق. هغير الواي بس هتبقى 3 2 بلس 4 6. بعد كده هعمل لها ترانسليشن 3 يونتس ناحيه الليفت يبقى هتغير الاكس بس. ناحيه الليفت يبقى ماينس، يبقى 3 ماينس 3 0 يبقى 0 6. نفس الفكره البوينت الاصليه 2 و 3 هنعمل لها ترانسليشن 3 يونتس لتحت فتعمل للواي ماينس 3 فيبقى 2 0. بعد كده هنعمل لها ترانسليشن ناحيه الرايت يبقى تعمل الاكس بلس 4 2 بلس 4 6 يبقى 6 و 0. البوينت نيجاتيف 1 و 4 هنعمل لها ترانسليشن 1 يونت لفوق يبقى اعمل على الواي بلس 1 يبقى نيجاتيف 1 و 5. حلو. بعد كده هنعمل ترانسليشن 4 يونت لتحت يبقى اعمل الواي ماينس 4. 5 ماينس 4 1 نيجاتيف 1 1. طيب هنعمل ترانسليشن 3 يونتس ناحيه النيجاتيف دايركشن للاكس اكسس يبقى هتغير الاكس. النيجاتيف يبقى تعمل ماينس 5 ماينس 3 2. بعد كده هنعمل ترانسليشن 3 يونت ناحيه البوزيتيف للاكس يبقى هتغير الاكس ناحيه البوزيتيف يبقى تعمل بلس 3 2 بلس 3 5 5 ونيجاتيف 3. عايزين نعمل equivalent translation of 3 units in the positive direction x axis. هتحرك الاكس 3 يونت اهو. بعد ما تحرك الاكس 3 يونت هتحرك الواي في النيجاتيف دايركشن يعني ماينس 4 يبقى 3 وماينس 4. نيجاتيف 1 و 0 هنعمل لها ترانسليشن ب 1 و 0. حلو. نيجاتيف 1 بلس 1 0 0 بلس 0 0. بعد كده هنعمل ترانسليشن تاني ب 2 نيجاتيف 3 0 بلس 2 2 0 ماينس 3 نيجاتيف 3 2 نيجاتيف 3. ايه هي الايمج بتاعت البوينت اللي هنعمل لها ترانسليشن بالرول ده x بلس 1 y ماينس 2. حلو. نيجاتيف 2 بلس 1 نيجاتيف 1 3 ماينس 2 1. حلو. هنعمل لها ترانسليشن تاني بالبوينتس دي نيجاتيف 1 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 2 1 بلس 2 3. ايه هو الترانسليشن للبوينت اللي عملنا لها ترانسليشن بالشكل ده 1 و 3 بعد كده 0 و 2. انت عندك بوينت اللي هي اكس وواي. حلو.
عملت لها ترانسليشن 1 و 3. حلو. بعد كده 0 و 1، يعني كانك عملت كده، اعمل ترانسليشن 1 و 3 بقت x بلس 1 y بلس 3، اعمل لها ترانسليشن تاني فتبقى x بلس 1 بلس 0 اللي هي x بلس 1. حلو. y بلس 3 بلس 2 تبقى y بلس 5. يبقى انت عملت ترانسفورميشن بانهي بوينت؟ 1 و 5 صح؟ 1 و 5 في الاخر. حلو. عندنا بوينت هنعمل لها ترانسليشن نيجاتيف 1 و 2، 3 ماينس 1 2، 2 بلس 2 4، اعمل لها ترانسليشن تاني 2 بلس 1 3، 4 ماينس 2 2 تبقى 2، 3 ماينس 1 2، 2 بلس 2 4، 2 بلس 1 3، 4 ماينس 2 2 يبقى 3 و 2. نفس الكلام عندنا بوينت 2 1 هنعمل لها ترانسليشن بال 0 2، 2 بلس 0 2، 1 بلس 2 3، اعمل ترانسليشن تاني 2 بلس 2 4، 3 بلس 0 3 يبقى 4 و 3. وبكده نكون حلينا اهم الاسئله اللي موجوده على الدرس ده. اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.